النهارده مع روتين ام لولي هوريكم طريقه الحمام الكذاب على الطريقه اللي انا بعملها بيها. هنعمل الاول الرز بتاعه الحشو اللي هو الرز المبخر. حطينا معلقه سمنه كبيره. معايا البهارات، بهارات فراخ، كاري، كركم، ملح، حبتين مستكه، ورق لورا، وهرميهم في السمنه. واول ما احس ان ريحه التوابل بدات تطلع هكب الرز كده وابتدي اقلب في الرز في البهارات دي اللي انا حطيتها. ده الرز الابيض بتاعنا المصري بتاعنا، مش بسمتي، الرز المصري بتاعنا. ابتدي اقلب الرز كده في البهارات اللي انا عم حطيتها، اللي هي عباره عن كاري، كركم، حبتين مستكه، ملح، بهارات فراخ، وحبوقتين لورا. وبقلب كده الرز كويس قوي زي ما انتم شايفين كده حبايبي. كده انا هفضل اقلب في الرزه لغايه لما احس ان الرزه بدات هتبتدي تدخل في التحميصه كده وتفلفل معايا. لا بحط بقى ولا لومي ولا بحط اللي هي الحاجات بتاعت الرز البسمتي دي، لا. انا عايزه ادوق طعم الرزايه، مش عايزه ادوق طعم بهارات. وما بكترش برضك في البهارات اللي هي بتاعت الرز برضه. كل حاجه نص معلقه، نص معلقه كركم، نص معلقه كاري، بهارات فراخ، ملح وفلفل اسود ومستكه وحبه وورق لورا. كده ان الرزايه اهي بدات تنمل معايا تفلفل معايا. انا كده هبتدي احط تلت ميه، مش هحط ميه كتير. انا هساوي الرز نص سوا، لان انا هحشي منه الحمام الكداب بتاعي، والباقي ارجع ازود عليه واخليه ليه للتقديم مع الحمام. كده انا هسوي الرز نص سوا. كده انا حطيت الميه ما كترتش عشان الرزايه ما تتهريش معايا، نص سوا، واطفي عليها وابتدي احشي بيه الحمام. انا كده هبتدي احشي معاكم الحمام الكداب بتاعنا. نمسك الفرخه كده من هنا، الورك بتاع الفراخ، وهبتدي احشيه بالرز. انا كده بحشي الورك. انا كده الورك ده انا خلياه عند بتاع الفراخ، قايله له هعمله حمام كداب، فهو بيخليهولي. هو طبعا عارف انا الحمام الكداب هو بيتعمل فيه ايه، فبيخلط العظم اللي بيبقى في الورك. انا كده اهو بحشي تحت الجلد، وبحشي هنا كده في مطرح العصايه بتاعت الدبوس. اللي عنده قوانص ممكن يعملها مع الرز ده برضك بتبقى حلوه قوي، بس انا النهارده ما كانش عندي قوانص. وهبتدي احشيه كده زي ما انتم شايفين. زي ما انتم كده شايفين حبايبي. اهو ابتدي الم بقى في الدبوس بتاعي بفتله خيط، فتله كده. انا جبت اهو الخيط اهو من هنا كده مع الطرف وربطتها. اللي عنده اللي هو العصيان الششتاوك دي، الخله، عادي ممكن يعمل بيها، بس انا مش عندي فهو بعملها بالخيط. وابتدي اكتفها كده زي ما انتم شايفين، وبلف الجلد بتاع الرز عشان ما يتقطعش معايا.
زي ما انتوا شايفين اهو، زي ما انتوا كده شايفين انا مكتفاه بالخيط اهو. ومعايا كيس حراري انا مقطعاه، كيس حراري انا مقطعاه كده مفتحاه، لان انا مش بحب احط ورق الفوم عشان ورق الفوم بيقولوا عليه مش صحي. فالكيس الحراري طبعا هو احنا بنعمل بيه الاكل كده كده، فانا بلفه بيه الاول، بلف بالكيس الحراري، بلف بالكيس الحراري كده الاول كده. انا لفيت اهو الورك اللي انا حاشياه اللي هو الحمام الكذاب بورق بالكيس الحراري اللي انا قطعاه. وهبتدي اجيب ورق اللي هو الفوم، ورق فوم كده من فوق اهو زي ما انتوا شايفين، وهبتدي بردك الفه بيه. انا حطيت الكيس الحراري الاول عشان الورق الفوم مش صحي، فانا كده اهو بكثفه كده زي ما انتوا شايفين اهو اهو كده زي ما انتوا شايفين كده حبايبي اهو بالمنظر ده كده. هعمل معاكم بردك واحد تاني اوريكم بردك انا هحشي ازاي. كده انا جبت الورك معايا اللي هو المخلي اهو 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 زي ما شايفين كده حبايبي اهو. الراجل خليهولي خالص كده اهو، وابتدي احشي الرز. وابتدي ادوس بصبعي كده لجوه مطرح الدبوس ما اتشال، اللي هي العظمه بتاعت الدبوس اتشالت، فابتدي ازق الرز كده لجوه بصبعي كده اهو اهو. وابتدي احط الرز على قد ما ايه ما الورك بياخد معايا زي ما انتوا شايفين كده اهو. وهبتدي الف الورك كده بالخيط، وهبتدي اهو اكتفه زي ما انتوا شايفين كده اهو اهو، بحيث ان الحشوه ما تنزلش من الورك زي ما انتوا شايفين كده. ببتدي امسك الجلد ببعضه وابتدي الف الخيط كده داير ما يدور فيه زي ما انتوا كده شايفين اهو معايا اهو. واجي من هنا واربط واجيب معايا الكيس الحراري اللي انا قطعته اهو، انضفه من الرز وابتدي الفه بالكيس الحراري زي ما انتوا شايفين كده، واحط عليه وابتدي الف بردك بالورق الفوم. انا ما لفيتش بورق فوم ليه على طول عشان الورق الفوم لما بيتحط على الاكل مباشره ده كده مش صحي. كده اهو زي ما انتوا شايفين اهو انا كده لفيته بورق الفوم. وانا كده هحشي بقيه الحمام الكداب اللي معايا وارجع لكم اوريكم انا عملت ايه. كده انا اهو لفيت معايا كميه الحمام اللي انا هعملها، لفيتها كلها اهي، وهبتدي احطها في كيس حراري اهو، وهسويها في الكيس الحراري دوت. هوريكم انا هعملها ازاي. وهبتدي اربط واطلع بس الهواء اللي في الكيس، وهبتدي الف الكيس بالقفل بتاعها. وبعدين حطيته كده في الصينيه وهبتدي اعمل فتحات
عشان الهواء الكيس ما يفقعش معايا. وهبتدي اكب فيه ميه سخنه كده، وهحطه في الفرن، وبعد ما يطلع ويستوي معايا هوريهولكم عمل ازاي. اهو يا حبايبي الحمام الكداب معانا بعد ما خلص اهو بقى بالشكل ده. انا طلعته من الكيس الحراري، بعد ما طلعته من الكيس الحراري حطيته تحت الشوايه، خد تحميره كده بالمنظر ده، واهو جميل. اديكم شايفينه زي العسل اهو. يا ريت تجربوا الطريقه دي، حلوه قوي، ولا بيفلت ولا اي حاجه. وادي النهارده كانت وصفتنا معاكم. يا ريت ما تنسونيش في اللايك والاشتراك، والسلام عليكم ورحمه الله.